هو ده السحور بتاعي في رمضان، وده حرفيا بيخليني في رمضان اليوم كله ولا احس بالجوع ولا العطش. رمضان اللي فات برضو كنت بتسحر نفس الوجبة دي، زبادي فواكه وبس. الساعة دلوقتي حوالي 4، فالواحد يا دوبك يلحق اللي هو ياكل ويدخل يصلي على طول. فاسيبكم وارجع لكم شوية كده. النهاردة تاني يوم رمضان، جو ساعة شوية. الساعة حاليا يا نهار اسود، الساعة دلوقتي 12 الا ربع. الكاميرا كانت هتقع، كانت هتطير من الهوا، فتقريبا خلينا بقى ايه يعني نغير الترايبود ونروح في حتة تانية ونكمل الفيديو او نروح البيت حتى. خلينا بقى نصور بالترايبود العادي علشان الكاميرا ما تطيرش. اول يومين في رمضان بالنسبة لي انا هنا في انجلترا لازم يبقوا اجازة، ما ينفعش اشتغل فيهم. اول يومين في رمضان دول انت ساعات بتبقى معزوم عند ناس او عازم ناس. حتى لو مش معزوم انت بتبقى اول يوم عايز تحس بقى باجواء رمضان وكده وتعمل لك اكله حلوه زي مثلا الباميه دي. فاول يوم رمضان انا كنت عامل طاجن باميه ملوش حل، فالنهارده برضو هعمل طاجن باميه محترم. بس لسه بدري، المغرب الساعه 6:30 النهارده، ودلوقتي الساعه حوالي 1:15. من الحاجات بقى الجميلة في السنين الجاية في رمضان هيبقى أسهل بكتير، لأن ساعات الفجر بيبقى حوالي الساعة 7 الا ربع والمغرب بيبقى الساعة 4، فهيبقى اليوم قصير جدا والواحد مش هيحس بالصيام قوي. ودي أنا جايبها من مصر، وجايب الفانوس ده برضو. الفانوس ده بيغني في زرار هنا. المشكلة بقى اللي هو هيفضل يغني لمدة طويلة. لسه ما خلصش اهو، خلص. وفي برضو جايب فوانيس من الفوانيس دي، لو اهو بيتنور اهي، الفانوس بينور اهو. الحاجات دي كلها علشان الواحد يحس يعني برمضان. في زينة هنا، الزينة دي تقريبا من رمضان اللي فات، والله من ساعة ما حطيتها ما شلتها من مكانها. فكل سنة الواحد يقول لي السنة الجاية هعمل زينة ملهاش حل وهجيب وبتاع ومش عارف ايه، وفي الاخر مفيش اي حاجه بتحصل، الواحد اصلا بيكسل، وغير كده ما بيكونش في وقت وانت بتنسى. هو ده اللي احنا قدرنا عليه السنه دي. الحاجات دي طبعا انا جايبها من مصر زي ما قلت لكم، وما عرفتش اصلا اجيب حاجات كتير. كان في حاجات كتير عايز اشتريها بس ما كانش في وقت وما كانش في وزن. بالنسبة بقى لمسلسلات رمضان، واتش طبعا عاملة معانا أحلى واجب، الحشاشين والكبير. الصراحة الواحد يعني مش بتابع قوي، يعني أنا اتفرجت على كام حلقة للكبير وحلقة واحدة على الحشاشين. احنا دلوقتي تقريبا 10 رمضان النهاردة وبس. أنا ما بتفرجش أصلا، ما عنديش وقت أصلا إن أنا أتفرج، بس ساعات كده الواحد بيبقى فاضي ما فيش حاجة بيعملها، فممكن أتفرج على الكبير حاجة زي كده. دلوقتي هنحضر البامية. معنا سمنة هنا اهو، هنسيب البامية دلوقتي لغاية أذان المغرب، لأن المغرب لسه فاضل عليه ساعتين، وهروح أجيب عيش لأن أنا نسيت إن أنا ما عنديش عيش. هو العيش يجي ب3. خلاص فاضل ثواني على المغرب. البلحاية دي صغيرة جدا، الأكل يعتبر خلاص 5 ثواني على المغرب. الأكل خلص، بابا غنوج وبامية وملوخية وسلطة بقى وشوية حاجات كده حلوة. لو أنا ما كنتش أجازة النهاردة ما كنتش أكلت الأكلة دي، علشان الصراحة الأكلة دي بتاخد وقت. هفطر ونكمل الفيديو بعدين. النهارده معزومين عند فؤاد، طبعا اخد معايا السبرتايه موصينا عليها. الصراحه بنشرب كوبايه قهوه بعد الفطار، بتبقى كوبايه قهوه في التمام يعني. فخلينا نروح لفؤاد. لسه واصلين عند فؤاد برضو يعني قاعد في حته كويسه، بسم الله ما شاء الله. دي عربيه فؤاد
دي العربيه بتاعتي. الجو برضو حلو النهارده، بس خلاص فطار فاضل له ساعه ونفطر والدنيا دي جايه. احنا عند فؤاد، وفؤاد جايب لنا، انا مش عارف انت مشغل ايه، هو ايه ده؟ اسمه فاير ستيك. فاير ستيك. عايز تكن يا باشا. ده بلاي ستيشن 2 ده ولا ايه؟ ستيشن 1. هو عايز يلعبنا النهارده فيفا 96 يعني تقريبا، يعني مش عارف انتوا شايفين ولا لا، بس المنظر يعني غريب. لازم طبعا بعد الاكله الدسمه دي نعمل كوبايه قهوه محترمه. الساعة دلوقتي 6 الصبح، ودي من اكتر الحاجات تقريبا اللي انا بكرهها في رمضان، اللي انا اشتغل بدري الساعة 6 الصبح. ده علشان اللي انا بصحى الفجر، قبل الفجر بنص ساعة تقريبا بصحى الساعة 4 بتسحر وبصلي، وبعد كده ممكن انام نص ساعة او ساعة وانزل اروح الشغل. دي اكتر حاجة بتتعبني، انا ببقى مش عارف انام، لان انا كده بعد الفجر مفيش وقت اللي انا انام فيه. حتى نص ساعة او ساعة دي وانا ممكن انام 5 دقايق واصحى تاني، فببقى اصلا تعبان وما نمتش كويس من الليلة اللي فاتت. انا حتى اصلا بكلمكم وانا اصلا يعني انا عايز انام. وصلنا الكار بارك، بس الكار بارك لسه قافل، هو فاتح بس لسه مينفعش حد يدخل دلوقتي، والدنيا دلوقتي فاضية خالص زي ما انتوا شايفين كده، والدنيا بتشتي كمان. فاشوفكم بعد الشغل. النهاردة يوم جديد في الشغل، والنهاردة هخلص شغل الساعة 6:30، والمغرب النهاردة انا مش عارف الصراحة شايفين ولا لا، بس المغرب النهاردة الساعة 6:39، فانا هخلص شغل واضطر استنى هنا 10 دقايق لغاية ما افطر واصلي، لان انا الطريق من هنا للبيت عندي في حدود ساعة، لازم افطر النهارده في العربيه. فمعظم الوقت انا بفطر في البيت ومعظم الوقت بفطر في العربيه، بس افطار العربيه بتاعي هو يا دوبك بلحتين 3 كوبايه ميه وشكرا كده لغايه ما اوصل البيت. ولما اوصل البيت بفطر بقى اللي هو الفطار الحقيقي، اي حاجه بقى ايه يعني فطار كده بجد. انا فاضل لي 5 دقايق وارجع الشغل تاني، انا في بريك اصلا. جبت العربيه بتاعتي ركنتها هنا، هو الصراحه ما ينفعش ان انا اركن هنا، بس عشان الباركنج اللي هو هنا في المول هيقفل النهارده بدري، وانا لما اخلص شغل هيكون الباركنج قفل اصلا، فاضطريت ان انا اجيبها هنا لمده ساعتين ولا حاجه. فعادي لو ساعتين مش مشكله، بس ما ينفعش ان انا اركن ايه اليوم كله. فاسيبكم وادخل الشغل. انا لسه مخلص شغل، فيدوبك صليت على طول، معايا البلح بتاعي، الميه، نفطر بقى. طبعا ده العادي في رمضان بتاع الغربة، ممكن تفطر لوحدك عادي، مش هتلاقي حد بقى هنا معاك يقول لك تعالوا نفطروا سوا وبتاع، ولا حد في الشارع بيحدف عليك كاس بلح زي دي، ولا في موائد هنا. رمضان في بلدنا والله العظيم ليه قيمة كبيرة، مفيش حد اصلا هنا، مفيش حد في الشارع اصلا، النهارده اصلا اجازة، فعلشان كده الدنيا يعني هادية خالص. فكده احنا هنقفل الفلوج بتاعنا، وكده انت شفت اجواء رمضان في الغربة عاملة ازاي، والدنيا في الغربة هنا عاملة ازاي. فما تنساش تسيب اللايك وتشترك في القناة وتدخل تتابعني كده على الانستجرام، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي، ورمضان كريم.